السلام عليكم الحباب، كي راكم؟ هاي لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الوضع في المغرب لا يبشر بالخير، حتى ولو اوهم القطيع بألف انتصار. هناك من تفيد بأنه تم إبعاد الملك محمد السادس عن الحكم، والأخت تاعه والزوج تاعها هما مقابضين القطيعة. نخليكم مع هذا المغربي محمد هشام يشرح لكم هذا الوضع اللي راه صاري في القصر الملكي. خليكم مع الفيديو. أميرة مريم هي الزوجة ديال فؤاد علي الهمة. فؤاد علي الهمة والأميرة مريم هما مزوجين زواج ما معلنش للمغاربة، زواج سري، يعني شبه سري. هي الأوساط اللي في القصر الملكي كتعرف هذا الشيء، والعائلة بيناتهم كيعرفوا هذا الشيء، والأوساط المقربة كتعرف هذا الشيء، ولكن ما معلنش للشعب المغربي لاعتبارات عديدة. والصراع اللي قايم يعني منذ قلت لك انايا منذ ان تم تخلص من هذاك المشكل اللي حدث هذيك الليله ديال الاميره سلمى. الصراع اللي حاصل من انذاك واللي مستلم زمام الامور، كل زمام الامور في المغرب، هو الاميره مريم وفؤاد علي الهمه اللي هو الزوج ديالها الغير معلن رسميا للشعب المغربي. وانا جيت اليوم نقول لكم هذه الحقيقه، وانا كنت اثرت هذه الحقيقه ولكن ما ذكرتش الاسماء ديال هذه المراه والراجل اللي كيذكروا اللي كيحكموا المغرب انذاك. فاليوم جيت نقول لكم ونوضح لهاد الاخوان، لان شفت عدد ديال الاخوان تايه ما فاهمينش شنو هو السر، شنو واقع في المغرب. فاللي واقع في المغرب كالتالي، وهو انه الاميره مريم هي المسيره الفعليه للمغرب حاليا، هي وفؤاد علي الهمه. فؤاد علي الهمه هو الرجل الثاني في المغرب حاليا، والملك محمد السادس، واؤكد مره اخرى، مبعد عن الحكم، مبعد عن الحكم. ما ياخذكمش فيها، يعني ما تاخذكمش فيها الشك ابدا. اميره مريم هي اللي مستلمه زمام الامور كامله في المغرب، ولعل استبعاد الملك محمد السادس من تتويج الملك تشارلز راه فيه اكبر رساله للشعب المغربي، واستبعاد الامير الحسن من هذه المراسم كذلك فيه اكبر يعني اشاره لصدق ما اقول. فالمغرب انقسم لواحد 3 الاقسام، انقسم الان حاليا لواحد 3 الاقسام. الناس اللي مع محمد السادس وكيبغيوه وعندهم الولاء ليه وكذا وكذا، والناس ديالو، الناس ديال الاميره مريم والمعسكر ديالها، ومع مع 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 مولاها دريس ولدها، وهذاك فؤاد علي الهمه والحموشي وكذا، والناس ديال المخزن. شكون هو المخزن؟ المخزن هو اللي كيمثل هذاك بن جلون ورجال اعمال نافذين في المغرب، شي سميات كيزعزعوا ما كيتقاسوش، يبقاو يضحكوا عليكم. لا